آخر مباراة في البلاي أوف، مباراة النجم الساحلي والنادي الصفاقسي. أنيس موسى، عبد المجيد جبيلي، شكري فرحاني وبثينة الردادي. الكلاسيكو 140 بين ليتوال وسي اس اس صم في غياب جمهور ليتوال اللي كان حاضر خارج الملعب من خلال حملة نحن أهلها وبيع تذاكر افتراضية لدعم النادي في الماتشات وكلو. الحملة هذه والفرصة باش نشكروا لجنة فض النزاعات وكذلك جمهور النجم الرياضي الساحلي، ودعوة في آن واحد باش الناس تزيد الدعم أكثر باش نخلطوا في الأجال إن شاء الله نغلقوا الملفات الكل. مؤخرا تم إطلاق خدمة نتاع الاس ام اس معناها عن طريق الترواز اوبيراتور اللي موجودين في تونس، سعر الاس ام اس 2500، وتم تعميم المعلومه هذه على الناس كل معناها على علم بالطريقه اللي كيفاش ينجموا يعاونوا بها عن طريق الارساليات القصيره هذه. وفي نفس الاطار كيف زاد الحمله اللي قايمه بها لجنه فض النزاعات زاد قاعده تاخذ في مسار باهي. في الجهه المقابله السي اس اس يدخل ماتش الكلاسيكو بغياب القائد علي غرام، وقد تكون الايام القادمه موعد مع احتراف لاعب السي اس اس. 3 تغييرات في تشكيلة خالد بن ساسي بإقحام سميلة البرهومي جرتيلا منذ البداية مع الاعتماد على الغدامسي ظهير أيمن. في الجهة المقابلة 2 تغييرات باللمين كظهير أيسر وحازم حاج حسن مهاجم ثاني مع ديدي بيرانجي. و22 دقيقة مجنونة من الكلاسيكو منذ البداية. الدقيقة الأولى ليتوال في الهجوم، التحام بين فودي كامارا والعواني. الحكم خالد قويدر في حادث مباراة ليه في البطولة يطلب مواصلة اللعب، ترجع بهجوم معاكس. بيرنجي خرج الحميدي وجه لوجه إغالة جمل واحد شيء في دقيقتين لعب. اللعب يتوقف لأكثر من 6 دقائق بعد تدخل حكم الفار الفرنسي دي شي بي، وبالتالي الحكم القويدر يلغي الهدف، يعلن على ضربة جزاء لزملاء العواني مع إنذار كامارا. حمزة جلاسي يتقدم ينجح ويسجل أول هدف في الماتش والأول للنجم في البلاي أوف على ملعبه بعد 640 دقيقة. والخامس للمدافع الهداف حمزة جلاسي. هدف مبكر الحقيقة ما أثرش على الضيوف اللي ضغطوا على دفاع ليتوال عن طريق بشا وبيرنجي، واللعب على محور ليتوال اللي فيها العملية. اعتبر الحكم قويدر أنه نوالي قام بالخطأ ويعلن على مخالفة الحميدي في التنفيذ بتصويبة قوية أرضية إغالة علي جمل ويعدل النتيجة في 16 دقيقة لعب. وبالمناسبة الهدف الثالث للحميدي. السي اس اس هدف أعطاه أكثر ثقة وطلع البلوك اللي ولد هفوة من امبي وسميلة استغلها هجوم السي اس اس. بيرنجي يخرج بشا تصويبة ولا أروع من خارج 18 إغالة علي جمل ويعطي الأسبقية للبيضة والكحلة في 23 دقيقة لعب. و3 أهداف لبشا في البطولة. ردة فعل ليتوال كانت ضعيفة في حين السي اس اس زاد في الضغط وحاول عن طريق التصويب من حازم حاج حسن دون نتيجة. 35 دقيقة لعب ومنعرج في اللقاء، هفوة من فودي كامارا على لؤي بن حسين، الانذار الثاني والورقة الحمراء. نقص عددي للسي اس اس وبقية الوقت من الشوط حاول النجم الضغط لكن دون فاعلية، والعودة لحجرات الملابس بأسبقية للضيوف 2-1. بين الشوطين النادي الصفاقسي يقوم باحتراز ضد مشاركة جاكمبي اللي حسب تقدير مسؤولي السي اس اس عنده 3 انذارات. والمدرب بن ساسي يحس بالخلل في وسط الميدان والجهة اليمين، يقحم الورتاني وفيني وبن حسين يمشي كظهير أيمن مكان كل من سميلة والغدامسي. في الجهة المقابلة الكوكي يقحم إسلام القاسمي مكان بيرنجي. و45 دقيقة ثانية هجوم ليتوال ضد دفاع الحصيل للسي اس اس اللي تراجع لمناطقه بكيفية غريب. أول هجوم يجيب تصويبة من آدم الورتاني وبن حسن يتصدر يحط الكرة في الركنية تتنفذ من بن علي، التحام بين موسى كونتي والتنوالي، إشارة الحكم قويدر مواصلة اللعب. ليتوال نزل بكل ثقل لكن لقى دفاع متماسك ومستمي من جهة وغياب الفاعلية لمهاجمي النجم من جهة أخرى. التغييرات الهجومية تتواصل لخالد بن ساسي السويسي وجبالي مكان مبي والعوان، والضغط المتواصل لكن دون نتيجة أمام تواصل تألق دفاع سي اس اس اللي حاول على لعب على الهجومات المعاكسة على غرارها العملية لحاج حسن، والنوالي ينقذ الموقف في آخر لحظة. السي اس اس يقوم بتغييرات دفاعية، دخول بن خضر اللي غادر بعد الإصابة، والنجم يواصل الضغط في مناطق السي اس اس حتى في الوقت البديل، لكن هدف التعادل ما جاش. هزيمة تقضي على أمال أبناء ليتوال من اللعب في مسابقة إفريقية حسابية في انتظار مآل مسابقة الكأس.
والنجم للجولة التاسعة دون فوز في مرحلة البلاي اوف. بكل صراحة ما كناش في المستوى اللي نطمحوا له اليوم. أنا سير تو لي بلان على مستوى التنشيط الهجومي بصراحة ما كناش خدمناش الخدمة اللي حبيناها نخدموها. فما برشا مونك دو موبيليتي لي تروا افون تاعنا، ما كانش فما سرعة حتى في نقل الكرة. إن شاء الله نخدموا على رواحنا وديما فما أمل ونحاولوا نصلحوا بصراحة خاطر شيء ليتوال مستحقش الوضعية هذه بصراحة. في حين السي اس اس بالفوز هذا يعود من بعيد من أجل مكان في مسابقة إفريقية والتألق خارج الميدان 8 نقاط من خارج ملعب الهمهيل، ومصيره أصبح بيديه بعد العودة للفوز في سوسة بعد 3 سنوات والانتصار رقم 37 في 140 لقاء، والمدرب الكوكي يحقق أول انتصار في سوسة بعد 9 لقاءات، 7 هزائم تعادل وفوز، ويواصل تفوقه على زميله خالد بن ساسي 7 ماتشات 5 ربح 2 تعادلات للكوكي. بدنا نحكي عن المباراة ما قبل الورقة الحمراء وما بعد الورقة الحمراء. بعد الورقة الحمراء يعني خاصة لاعب فودي، ما نقولش أحسن لاعب في الفريق لكن أكثر لاعب اللي يعطي توازن خاصة على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي كيف هو اللي يربط بين خط الدفاع وخط الهجوم. لقينا برشا صعوبات لكننا سوجيري معناتها المومون فور تاع نجم الرياضي الساحلي في الشوط الأولاني. دخلنا بين الشوطين عملنا تغيير، نقصنا مهاجم، زدنا لاعب ارتكاز ثاني اللاعب القاسمي اللي دخل اليوم ما قصرش من صنف النخبة. مرة أخرى لاعب صغير يدخل يعني في الحسابات نتاع الفريق نتاعنا. ما ننساوش اللي راهو باستثناء 3 لاعبين معدل الاعمار تقريبا 21 ولا 22 سنه. بقينا اون بلوك با اون بيان معناتها ريزيستي اون ايتي بيان كونسونتري، ما شفناش فرص واضحه للنجم الرياضي الساحلي. وكملنا المباراه الحمد لله ب3 نقاط اعتقد انها مهمه جدا. إذا النادي الصفاقسي ينتصر على النجم الرياضي الساحلي ب2-0 رغم أنه كان منقوص أمين في لعب تقريبا أكثر من شوط. في أواخر الشوط الأول خذ ورقة حمراء كاميرا. كيف النجم الرياضي الساحلي في البلاي اوف ما انتصر في حتى مباراة وبعد برشا على مسابقة إفريقية. شوف النادي الصفاقسي يستحق الانتصار نتاعو اليوم. الجرأة نتاع الإطار الفني نتاعو نتاع المدرب نتاعو باش يبدا بتشكيلة هجومية بيورمون معناتها اوفونسيف. التشكيلة اللي يبدا بها زوز مهاجمين اللي هما حازم حاج حسن وبيرونجي، معاهم بركات الحميدي ومعاهم بشة، معناتها اون بار دو 4 جوور افوكاسيون اوفونسيف. دونك معناها هذا لوداس تتحيا عليه كي تكون اوداسيو تسجل زوز اهداف. هذا ما يحسب للنادي الصفاقسي. الإطار الفني نتاعو اليوم تشكيلته اللي بدا بها المباراة هجومية، ثم بعد الورقة الحمراء عرف يدافع. اما عنده حارس ممتاز جدا هو اللي خلى النادي الصفاقسي في المباراة. هو اليوم 50% من الانتصار اللي هو صبري بن حسن، عمل مباراة كبيرة برشا مالغري النجم الرياضي الساحلي يحاول، لكن المحاولات نتاعو بدي شي تكنيك انورم تاع النجم الرياضي الساحلي في الشوط الثاني ما ينجمش يكون ديسيزيف في الثلث الاخير. حارس ودي شي تكنيك ما تنجمش تسجل اهداف، وذا اللي صار النجم الرياضي الساحلي في الشوط الثاني. النجم ما يربحش حتى ماتش في البلاي اوف، الحقيقة سابقة ما يشبهها في تاريخ النجم. نجموا نفهموا البريود ترانزيتوار تاع النجم، اما زاد حتى من اللاعبين تاع النجم لازم يتحملوا شويه مسؤوليه ويعرفوا معناتها قيمه المريول اللي لابسينه وقيمه الفريق اللي يلعبوا فيه. مهما تكون الظروف ما تنجمش تكمل شامبيونا كامله من غير انتصار. والنادي الصفاقسي ب 12 نقطه، رفقه الملعب التونسي كابتن، وكل شيء الجوله الاخرانيه جوله الحسابات للمشاركه في مسابقه افريقيه. ساعة حاجه كل ساكسيان عمل خطوه عملاقه من وين كان نصبح، وهذا معناه بفضل الفوز على النادي الافريقي في تونس والفوز على ليتوال في سوسه، تعادل مع الترجي في اخر لحظه في تعادل الترجي، و خلينا نقولوا هزيمه في اخر الوقت مع مستير. يعني الارقام والاداء والاستمرار في الاداء والنتيجه اعطى النادي الصفاقسي اللي كان هو يكون في ذيل الترتيب، فهمتي ولا؟ باش يلعب على البوديوم وعلى باش يقولوا الوحده هذه معناها مشاركه في مسابقه افريقيه معناها برافو بور كل ساكسيا. وانا قبيله تكلمت على مستير وعلى السي بي على لي جون، نزيد لهم توا كما قال الكوكي فما وليدات معناها صغار وكذا كل ساكسيا باش يحضروا للمستقبل. باش الناس تفهم هدى الاتحاد الرياضي المنستير وملعب تونس يلعبوا فينال على ترشح للشامبيونز ليغ. يلعبوا فينال، ينجم يكون فينال، ينجم يكون فينال على الترشح للشامبيونز ليغ، وسي اس اس يلعب مباراته من اجل الترشح للكاف وينتظر مباراه تاع مستير والملعب التونسي. قلت لك جوله الحسابات الجوله الاخرانيه